بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس وأخي العزيز، أرحب بكم مجددا أنتم الوفد المرافق، شاكر لكم هذه الزيارة التي نعتبرها خطوة بالغة الأهمية في مسار العلاقات الأخوية القوية والمتجدرة بين الجزائر ولبنان، وفرصة ثمينة لتعميق التعاون وتوسيعه. لقد كانت المحادثات بيننا بناءة ومثمرة، تطرقنا فيها إلى ملفات عديدة ذات صلة بالتعاون القائم وما نستشرفه من آفاق لتكثيفه وتوسيعه. وعلى ضوء التقييم الشامل لهذه الملفات التي درسناها، اتفقنا على الإسراع بعقد الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية اللبنانية، لتكون منطلقاً جديداً وإطاراً دافعاً لتعاون مثمر ومستدام، تعاون يندمج فيه رجال الأعمال والمتعاملون الاقتصاديون من خلال تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك. وبطبيعة الحال، وبعد استعراض مجالات التعاون وفرص الاستثمار المتاحة في البلدين، جددت لفخامة الرئيس التزام الجزائر الثابت والدائم بالتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق في كل الظروف، وحرصنا على أمن لبنان واستقراره. وذكرت في هذا الصدد بالمساعي التي نبذلها على مستوى مجلس الأمن لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للسيادة اللبنانية، وبالتزامنا ببذل أقصى الجهود بما في ذلك دعمنا لقرار الأمم المتحدة لتجديد عهدة قوات حفظ السلام في جنوب لبنان. كما تحدثنا على مستجدات القضية الفلسطينية وما تستوجبه اليوم قبل الغد لوقف الإبادة وسياسة التجويع ضد أهلنا في غزة وإحباط خطط تهجير سكانها. وأعربنا من جهة أخرى عن انشغالنا العميق للتطورات التي تشهدها سوريا في الفترة الأخيرة والاعتداءات على هذا البلد الشقيق ومحاولة التدخل في شؤونه. كما تطرقنا إلى الأوضاع السائدة في ليبيا والسودان واليمن، وأكدنا على أهمية تضافر الجهود العربية والدولية من أجل دعم ومرافقة هذه البلدان الشقيقة لتجاوز الأزمات المنهكة التي تعاني منها، ومن أجل ضمان ديمومة التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين إزاء كل هذه الملفات الحساسة. حرصنا على تفعيل آلية التشاور السياسي التي مع الأسف لم تعقد منذ تأسيسها عام 2002. وفي الختام، أؤكد حرصنا القوي وإرادتنا الراسخة للدفع بعلاقاتنا إلى مستوى شراكة حقيقية يترجمها تعاون معمق وتشاور سياسي مستمر. شكرا على سعة الصدر، والكلمة لكم فخامة الرئيس. سيادة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأخ عبد المجيد تبون، بسعادة أخوية صادقة وبروح تعاون عربي ضروري وكامل،
ألبي اليوم دعوتكم الكريمة لزيارة الجزائر الشقيقة في خطوة تؤكد أهمية العلاقات بين بلدينا وتهدف إلى تعزيز تعاوننا والتطلع معا إلى عالم عربي أكثر قوة وتضامنا. إن العلاقات بين لبنان والجزائر تاريخية، هي من عمر وجودهما معا ومع سواهما من الإخوة العرب على شاطئ المتوسط. جمعنا الفينيقيون منذ آلاف السنين، ويجب أن يجمعنا نظام المصلحة العربية المشتركة لسنين آتية على قاعدة تحقيق خير الإنسان في كل بلد من بلداننا وفي منطقتنا وفي عالم كامل نريد الانفتاح عليه والصداقة معه. سيادة الأخ الرئيس، إن لبنان لا ينسى مواقف الجزائر الداعمة له دوما، فهي لم تغب مرة عن المساعي العربية الحميدة لخروجه من أزماته وإنهاء حروبه المركبة بين داخله والخارج. وكان للجزائر دائما دور بارز في تلك المهمة المشكورة، خصوصا يوم شاركت ضمن اللجنة العربية العليا مع كل من البلدين الشقيقين العزيزين المملكة السعودية والمملكة المغربية في الجهود التي أدت إلى إقرار وثيقة الوفاق الوطني في مدينة الطائف، والتي تحولت دستوراً لانتظامنا السياسي وسلمنا الوطني وانتمائنا العربي وسيادتنا الكاملة. إن استذكار تلك المحطات التاريخية يزيدنا إيماناً واقتناعاً بأن التضامن العربي هو ضرورة لقوة لبنان، وهو يصلب وحدته ويحصن سيادته واستقلاله. والجزائر ساعدت لبنان وما زالت في مجالات كثيرة، من مواقفها المؤيدة في مجلس الأمن والمحافل الدولية إلى تقديمها كل دعم عند كل أزمة، عند كارثة انفجار مرفأ بيروت وقبلها وبعدها وفي شتى المجالات. وللجزائر موقف أخوي تاريخي مؤازر لرسالة لبنان، رسالة الحياة الوطنية الحرة والكريمة والواحدة في مناخات السيادة والحرية والتعددية معا. فلا نتخلى عن أي من هذه الأقانيم الثلاثة في تلازمها لبقاء لبنان، وفي الانطلاق منها للانفتاح على كل العرب وكل العالم. هذه هي صورة الجزائر عندنا منذ كان الأمير عبد القادر الجزائري في بيروت عنوانا لوأد الفتن والسعي إلى وحدة وطنية لا يحمي لبنان سواها في مواجهة العواصف. أزور الجزائر اليوم تحتوني آمال كبيرة في إنقاذ بلدي من المخاطر المحيقة وفي استعادة دولته وإعادتها دولة كاملة الأوصاف والمواصفات، وأولها سيادتها الكاملة وغير المنتقصة ولا المشتركة مع أي كان على كامل أرضها وكل شعبها. وهذه قضية لا شك أن كل عربي صادق يؤيدها ويدعمنا في سبيل تحقيقها. وأول مقتضيات الدعم العربي أن تكون البلدان العربية متضامنة متآخية على الحق والخير والسلام. هكذا نأمل، وبهذا الدافع نطمح إلى الدخول إلى كل بلد عربي شقيق وإلى كل بيت عربي بالمحبة والأخوة، ولا نتدخل في شأن أي من إخوتنا ولا هم يتدخلون في شؤوننا، إلا بالمؤازرة على خير كل منا وخير كل بلداننا ضمن مناخات الاحترام الكامل والتعاون المطلق. وكلما ارتفع منسوب التضامن العربي كلما زادت أضعافا منعة لبنان وقوتنا جميعا. سيادة الأخ العزيز تبون، إن مجالات التعاون بين بلدينا كثيرة ومهمة جدا في مجالات الطاقة وقطاعات الاقتصاد كافة، من زراعة وتجارة وتربية وتعليم وثقافة وصحة وسياحة وتكنولوجيا وغيرها، وخصوصا في القضية الملحة اليوم في لبنان، ألا وهي مساعدتنا
على إعادة إعمار ما خلفته الاعتداءات والحروب الأخيرة على مستوى المنشآت الحكومية والبنى التحتية وبيوت الذي دمرت منازلهم. ولا نريد للوقت الضائع ولا للخيارات الخاطئة أن تدمر آمالهم في العودة إلى أرضهم والبقاء فيها كراما أعزاء. مجالات التعاون هذه كلها نتطلع اليوم في زيارتنا إلى إرساء بداياتها مع مساعدتكم المقدرة جدا، فاتحين قلوبنا وعقولنا لكل شقيق أو صديق أو قادر على مساعدتنا ودعمنا من المتوسط إلى الخليج وصولا إلى كل الأرض من شرق وغرب، مع طموحنا الثابت والأكيد بتعميم نموذج التعاون والتكامل الاقتصاديين على كل البلدان العربية. بهذا النهج نحفظ لدولنا مكانها ومكانتها في عالمنا المعاصر والمتطور بسرعة مذهلة، ونحقق الحلول العادلة لقضايانا المحقة، بدءا بقضية الشعب الفلسطيني كممر إلزامي لسلام عادل ثابت وشامل يكون سلام الشجعان والأسياد والأحرار، سلام الحياة والنمو والازدهار، وصولا إلى تجسيد أحلام أجيالنا في مستقبل يليق بهم ويتخطى مآسي الحاضر. سيادة الأخ الرئيس، كل الشكر على الدعوة والحفاوة وكل التمني المشترك حتما بزيارة مثمرة للجزائر وللبنان. عاشت الجزائر وعاش لبنان.